تخيلوا لما الصحابة تروح وهي بتعيط ويقولوا للرسول عليه الصلاة والسلام هلكنا يا رسول الله. أنا النهاردة سمعت خطبة الجمعة وبصراحة فادتني قوي قوي، لأن فيها معلومات أنا ما كنتش عارفاها، كنت بقرأها في القرآن بس أنا مش مدركة معناها خالص. فرقت معايا قوي، فأنا قلت هشارككم الكلمتين اللي أنا سمعتهم يمكن يفرقوا معاكم انتوا كمان. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الصحابة لما سمعوا الآية دي جريوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، وسمعت الشيخ بيقولوا هم وقعوا على الأرض، بركوا على ركابهم على الأرض زي ما الجمل ما بيبرك على الأرض من هول اللي هم أدركوه، وقالوا له هلكنا يا رسول الله، احنا هنعمل ايه لو ربنا حاسبنا على أفكارنا، هنعمل ايه؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا وقفهم وقال لهم انتوا هتعملوا زي القوم زمان لما بيقولوا سمعنا وعصينا، فقالوا سمعنا وأطعنا يا رسول الله، بس قلوبهم كانت مش قادرة تستحمل هول الحاجة اللي هم هينفذوها بعد كده، ان هم هيتحاسبوا على أفكارهم بسببهم وبسبب قوة إيمانهم. بص بعد كده ربنا تدخل في الحوار معاهم سبحانه وتعالى، ونزل سيدنا جبريل وقال للرسول عليه الصلاة والسلام ايه؟ قال له بسم الله الرحمن الرحيم، الآية اللي بعدها على طول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بص ربنا لما دخل في الحوار مش بس قال لهم كده، ده كمان قال لهم إيه؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وبقيه الايه. فالقانون في الدستور، الشيخ قال كده في الدستور لما قانون بينزل وبينزل قانون تاني بعديه بيلغي القانون اللي قبليه، بس هو بيفضل موجود احنا بنشوفه. ففي القرآن برضو الآية دي لما نزلت، الآية اللي بعدها لما نزلت بعدها لغت الآية اللي فوق، ان احنا بنتحاسب على الأفكار اللي احنا بنفكر فيها. احنا دلوقتي نقول الحمد لله وندعي للصحابة وللرسول عليه الصلاة والسلام ان ربنا يجزيهم عننا خير الجزاء، لان هم بسببهم وبسبب صدق ايمانهم احنا دلوقتي ما بنتحاسبش على الافكار اللي احنا بنفكر فيها. تخيلوا لو احنا بنتحاسب على افكارنا، تخيلوا لو احنا بنتحاسب على المعاصي اللي احنا بنفكر فيها وما بنعملهاش. لا، هم بسببهم بقينا لما نفكر في معصية وما نعملهاش بناخد ثواب، بس لما نفكر فيها وبنعملها بناخد سيئة واحدة بس لو فكرنا في حسنة وعملناها هناخد 10 حسنات قصادها. فربنا يجزيهم عنا يا رب خير الجزاء.